أعلنت الإعلامية ريهام سعيد انسحابها من العمل في قناة الشمس. وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: أنا بعلن انسحابي من قناة الشمس لظروف شخصية، وعايزة أقول إني اشتغلت مع أكتر ناس محترمة في الدنيا وبتمنى التوفيق للجميع. ولكن سرعان ما تراجعت الإعلامية ريهام سعيد عن قرار انسحابها من قناة الشمس بعد 6 ساعات فقط من وداع القائمين على القناة. وكشفت ريهام سعيد في تصريحات صحفية إنها قد توصلت لقرار إن نجلها الصغير يحتاج المزيد أو كل ما لديها من وقت لتخصصه له، وإنها أجبرت على العودة والتراجع عن قرار مغادرة القناة من قبل القائمين على البرنامج وإدارة القناة حفاظا على ما حققه صبايا الشمس من نجاح. وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد تصدرت ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عندما كتبت منذ ساعات عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام: أنا بعلن انسحابي من قناة الشمس لظروف شخصية، وعايزة أقول إني اشتغلت مع أكتر ناس محترمة في الدنيا وبتمنى التوفيق للجميع. ويعد صبايا الشمس عودة قوية لريهام سعيد من خلال محتوى أكثر تنوعا، ويعد امتدادا لبرامجها الاجتماعية الأكثر تفاعلا ونجاحا بالعالم العربي. وتقدم ريهام سعيد برنامج صبايا الشمس على فضائية الشمس بمعدل 3 حلقات أسبوعيا في 9 مساء أيام السبت والحد والاثنين. وعلى جانب آخر يعرض لريهام سعيد مسلسلين تشارك في بطولتهما على قناة أبو ظبي والسعودية. الأول هو عودة البارون مع حسين فهمي وخالد سليم وعدد من فناني لبنان والأردن، وهو من إخراج سامر خضر. والمسلسل الآخر هو بعد النهاية مع نرمين الفقي وهالة فاشل،